السلام عليكم. السلام عليكم. طريقة على الشغل، عم بمشي على الشغل الصبح. يسعد لي الصباح. وهي اليوم التاسع، صار اليوم التاسع. بلشت الأمور تصير هيك شوية. هون بقى هون دور الإرادة والاستمرارية والتصميم وهي الشغلة. خلص راحت الرهجة تبع الشغلات الجديدة. هاي الهالة اللي بتكون حال الشغلات الجديدة راحت. هلا صار بدها الشغلة بقى شو؟ واحد يلزم حاله، التزام يعني. عم بلشت شوي طبق اليوم هيك. حسيت حالي مخربطة الدنيا عندي، فرجعت مرة تانية احضر عند شخص جديد. يعني مثل ما قلنا حاول غير الاشخاص لانه الطريقة بتختلف. الحديث اللي انا عم بحكيه هلا ممكن يجي واحد تاني يحكي لكم اياه، تحبوه اكتر او تكرهوه اكتر. نفس الكلمات، نفس الحديث، فالاسلوب بيختلف والشخص والارتياح للشخص الى اخره. المهم حابب افهم شغله كتير صغيره ما عم بقدر استوعب ابدا. شو قصة هدول الناس تبع بدك تصير مليونير، بدك تحقق $1,000,000، بدك تعمل تصير تترك المدرسة تدرس 12 سنة بالمدرسة و5 سنين بالجامعة مشان شو القصة؟ شو في؟ حدا فاهمني شبكه؟ يا حجي الطيارة اللي عم تطير بدها واحد دارس لحتى يمشيها. الدكتور اللي عم يعمل العملية بدها واحد دارس لحتى يعملها. انه شو القصة؟ شو بيكم؟ القاتل العراقي هاي ايش بيكم؟ هاي ايش فيكم؟ حجي دكتورة ده أخذ شهادة، الدكتور يعالج البشر. المهندس اللي عم يطلع بناية ما راح العمل الدورة تبعك، الدورة تبعك تبع من 0 إلى 100 ومدري شو هالحكي الفاضي هذا اللي بتضلوا اخترعوا لنا اياه. حبيبي في شغلة أهم من كل هذا، في شغلة أهم من كل هذا. أنا بوقف عندها مرة واثنين وثلاثة وعشرة كمان هذه الشغلة، إنه طول عمرنا عشنا. يعني أنا خليني أحكي من لما وعيت على الدنيا، خلينا نقول ب 96 ب 97 يا أخي من 2000، تمام؟ خلينا نعتبر من 2000 لهلا هاي 20 سنة خلينا نقول. هاي الشيء اللي بعانه. من أيمتى كان نحن والله هدفنا بالحياة المليون والمليارديرية والملتي مليارديرية؟ حجة عيوني طول عمرنا هدفنا بالحياة، طول عمرنا حلمنا يكون عنا دخل مستقر، وفرة. في شيء اسمه وفرة، إضافة للوفرة في شيء اسمه اكتفاء. طول عمرنا ندور عليه. واحد دخله منيح بيقدر يضب منه، ياكل ويشرب ويكون عنده بيت وسيارة ويتزوج وعنده هالأولاد والصحة منيحة وخلصت القصة. طول عمرنا ربينا على هذا الأسلوب. هلا بيطلع لي واحد من جماعة $1,000,000 بيقول لي بس هذا الأسلوب غلط، لا ما أدري شو كذا. حبيبي بس أقول لك شغلة، أو نقول لأي حدا بيحكي بهالنهج الشيء، أنا أكتر الناس بتمنى يصير معي $1,000,000، تمام؟ بس هاي $1,000,000 لما بتحطني تحت ضغط نفسي ضل طول الوقت أنا متوتر وتعبان ونفسيا ما لي نفسي أعيش ولا أسوي شيء، بسبب إنه أنا ما عندي $1,000,000 أو ولا ما عندي نص $1,000,000. هذا اللي عم يصير فينا. كثرة النوعية وكثرة الإعلانات وكثرة الفيديوهات العلاقة بالموضوع عم تحسك إنه أنت ولا شيء، عم تحسك بضغط نفسي، عم تقلك ثقتك بنفسك، عم تخليك تكره كل شيء، تحس حالك فاشل، ما بدك تعمل شيء، ما بدك تقوم، ما بدك تتحرك، ما بدك تساوي شيء. عرفتوا كيف؟ وفي جزء من الفيديوهات الإيجابية اللي هي الموتيفيشن بيسموها، اللي بتنطلق من إنسان قري له كتابين لإبراهيم الفقي أو سمع له محاضرتين لإبراهيم الفقي وجاء من حاله واستاذ هالعالم. هدول نفس التأثير تبع جماعة المليون، نفس التأثير انك تصير غني وثري ومليون، نفس التأثير لا راح ولا اجى تماما. كل شيء بالدنيا علم. اي شيء الحداد تعمل ديزاينات حلوة، بدك علم، بدك خبرة اكسبيرينس. الفكرة انه الجامعات مو المشكلة بالجامعات، المشكلة بالشخص اللي عم يروح الجامعة. الشخص اللي عم يروح الجامعة بده يقضيها على سلة الدورات ويقضيها بالنقل ويقضيها انه هاي المحاضرة ما راح احضرها وهي المحاضرة ما راح اساوي فيها، هو اللي عم يطلع فاشل. وكثرة هدول الاشخاص عم تخلي صورة سيئة عن الجامعة، انه الجامعة سيئة.
بينما نفس الشخص هذا عم نحكي عنه اللي هو كان يقضيها بالجامعة هروب إذا بتاخده على جامعة خاصة عم يدفع فيها فلوس ليدرس، بصير بيحضر كل المحاضرات وبيطلع من الأربع سنين أو ال5 سنين اللي عم يدرسها فتحة لزمانه فيلسوف وبروفيسور. تمام. إذا بيروح بيعمل الكورس على الإنترنت على أي منصة يكون قيمته $100 بس، أي كورس تسويق، ديجيتال ماركتينج، سيلز، سوفت سكيلز، أي شيء. يعني هذا الشخص إذا بيروح بياخذ دورة $100 بأي منصة كانت بتشوفه بيحضروا مرة واثنين وثلاثة و10. ليش؟ لأنه عنده قناعة إن هاي $100 راح إذا تعلمها مزبوط راح تجيب له فلوس. طب حبيبي هاي $100 شو فرقها عن الجامعة أو على المدرسة أو إلى آخره. طبعا أنا حكي للناس اللي عم يجي يقولوا لك درست 12 سنة و4 سنين وما استفدت أي شيء، رحت عملت كورس من الواحد مدري شو لل100، عملت مدري شو عملت وهلا صارت عم نحكي عن $1,000,000 عن $1,000,000. خلص يا زلمة، ما حدا عنده $1,000,000 بيطلع بيعلم العالم، ولو ما حدا عنده $1,000,000 بيطلع بيعلم العالم إلا إذا عم يسوق لنفسه عم يدور على الشهرة. تجار أنا هون محل معايش كل يوم بلتقي ب10 تجار ما راح أخلق غير هيك. ما في واحد منهم بيطلع على الفيسبوك وكله في منهم شباب. ما في حدا بيطلع على السوشيال ميديا بيقول لك والله طريقة تعلم طريقة ربح $1,000,000. حاجة في شيء اسمه بيعلمك تربح $1,000,000. في شيء بيعلي الفاليو تبعك، بيعلي القيمة تبعك. القيمة تبعك بصير سعرها السوقي أعلى، بصير قيمة السوقية أعلى، بصير تاخذ أجور على أساسها. ممكن تكون عم تشتغل بوظيفة كتير مهمة، جنرال مانجر بشركة انترناشونال، بيكون راتبك بهديك ممكن يكون راتبك $20,000 $25,000 $30,000. هذا يعني هذا ما مرتاح بالعيشة. هيك إنسان ما عنده وفرة بالعيش والراحة بالعيش. هاي من الدراسة لازم يكون أنا عندي $10,000,000 بالبنك. ما ممكن بحقق $10,000,000. نسيانين إنه الرزق من الله والتوفيق من الله. نسيان هي جزئية خلص، ما عاد في رب العالمين ما عاد له تدخل برزقنا. يعني استغفر الله العظيم طبعا من هالشهر الفضل. وفي ناس أنا بعرفها كان قيمتها السوقية كتير ضعيفة، غيرت المكان اللي هي فيه عدت القيمة السوقية تبعها. لأنه إذا بتروح تاخذ قطعة أنتيك تاخذها على محل خردة بيشتريها منك مثلا $10 تخيل، تاخذها على محل أنتيك تطلع غالية بصير حقها $1,000. هذا اللي عم نحكي عنه. يسعد صباحكم.